لا. مساكم الله بالخير. يا مرحبا، الله يمسيك بالخير وعلى المزيد. وشلونكم اللالة؟ عساكم طيبين. يا مرحبا ومسهلا. سؤالنا اللالة يقول نعم. ليش حليب البل ما يطلعون منه زبد وسمن مثل حليب الحلال؟ انا واللي يقول كلام يا من هو؟ اقولها انا اللي اعرف ليش ما يطلعون منه، وانا الحين ابى الاجابه منكم انت. انا جابه منه ان يطلعون منه سمن وزبد من حليب البل. من حليب البل. وانت يا ابو احمد؟ الاجابه عندي ما يطلعون منه، ما ادري على التطليع والله ما بعد، لكن نعرف انه طال عمرك يحمى ويبرد ويصب في سعن ويشربون منه، اما انه زبد ودهنه هذا ما اخبر. والله ماني براعي بل انا ولا اعرف. لا راعي بل تعرفها. لا ما اعرف. ما في واحد منكم هو براعي بل. لا ما اعرف الاول. لا البل تغير. ما هي بجباري عاد ما اعرف. انا ما اعرف هذا ما عنده. الحليب هذا صار يخض. والله ما عاد اعرف البل ولا مره. عبد الرحمن. انا اقول انه يجي فيه زبد ويجي فيه بعد مضير. انا اقول انه هذا اللي انا ما عارف. يجي فيه ها بسبب تركيبته سبحان الله العظيم. لا انا اقول انه يجي فيه. ما يجي. عندكم حق. عندكم حق. ما عندنا، بس هذا اللي نعرف. صلوا على محمد. صلوا على محمد. يا اخوي هذا اللي نعرف والله ما عندنا. صلوا على محمد. اللهم صل على انا اقول ما يجي فيه. انت يا الاعلامي انا بعد اقول ما يجي فيه، ولا بعد شفت احد حاطن حليب البل حاطن سمن. قال ما شفت ما علينا منه. بيض الله وجهك. اسمع اللي يقول فيه حليب هو اللي تودم به على الرز. لا انا نبى السمن الزبد. تودم حليب على الرز. نبى الزبد. ها هو اللي يقول فيه زبد. يا ولد زي حليب ما يجي. نعرف انه يحمى ويصب له، لا يبردون يصبون. طيب هم طيب ليش ما يجي؟ طيب لحظه. يخضون يا ابن همام. ويطلعون من السمن ويطلعون من طيب الزبد. اسمع انا ليش ما يجي فيه؟ وش السبب؟ ابو مهدي يقول لا يجي فيه، يقول انا الرجال اللي بيراهني ها انه ما يجي فيه. انا اقول يجي فيه زبد ومضير وسمن والاحلى منه والاحلى منه يحمونه. نعم. هم يجدعونه بلبن ثاني. ها. هم يبردونه، هم يخضونه، هم يجي فيه ذي. واللي ما هو اللي الرجال اللي عنده معارضه يحط حقه قدام الرجل. قبل ما معرضين عليك هو حليب. والمضير يجي قوي. انا سمعت يقول يجي قوي المضير. مضيرها ما يقدرون مضير الشاه. الله العظيم تركيبته تختلف يا ابو زياد.